يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى جايلكم بفيديو جميل قوي، بس لو لسه مشتركتوش في القناه تشتركوا وتتابعونا صفحه الفيديو عيله سيمو وتعملوا لايك للفيديو. شايفين انا باكل؟ بصوا عيالي واخدين اجازه، وكل ما اجازه تيجي يقولك يا ماما احنا عايزين نروح مطعم. طب ليه عايزين بقى يروحوا مطعم؟ قال ايه يا اختي؟ عايزين ياكلوا ايه؟ ماك اند تشيز. اه، تعالوا بقى احنا هنعملها بطريقة حلوة اوي. انا عندي حتتين ستيك هقطعهم بالمقص. المقص ده للمطبخ ولا للحوم يعني فقط، نضيف. تمام، هقطعها زي الشاورما كده، تقطيعها رفيعة. وبعدين ايه، اقطع الستيك التاني. تمام، هعملها بقى بطريقة حلوة ولذيذة. ممكن نعملها بالفراخ، ممكن نعملها بستيك اللحمة، او ممكن من غير نعملها بكل ده، نعملها عادي. تعالوا بقى نشوف احنا بنعمل ايه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا معانا. دلوقتي حله وما هناخد معلقتين سمنه بلدي كبار. تمام، حلوين قوي عشان نشوح بيهم اللحمه الستيك اللي احنا قطعناها تقطيع رفيعه زي الشاورما بالظبط. تمام، هننزل بيها اهو، هنقلب. يا دوبك هتاخد تشويحه. هنحط لها ايه؟ توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، وهنقلب كل الكلام ده. شايفين؟ ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا وتابعوني على صفحة البيج عيلة سيما. يعني اللايك هو اللي بيكبر بيرفع الفيديو، ورشة توم باودر وبصل باودر. شايفين الريحة؟ طعمها خرافة. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. خلاص شوحناها، طلعناها بقى من السمنة، صفيناها. وبعدين في السمنة اللي بقيت السمنة دي احنا محتاجينها، مش هنحط سمنة تاني. تمام، هنحط معلقتين دقيق كبار، هنقلبهم في السمنة ديت مطرح الستيك. وهنحط رشة مرق بودر فورية، وهنقلب. وننزل بكوباية لبن بالتدريجية. تمام، زودنا اللبن وهنضيفهم على الدقيق. هنقعد نقلب. دي صوص الجبنة الشيدر، هنفضيها في اللبن والدقيق. احنا حطينا 4 معالق دقيق كبار، ولبن، وايه تاني، ومرق دجاج فورية. وهنقلب كل الكلام الحلو ده. هيبقى ايدك فيها. وهننزل الجبنة المبشورة، جبنة رومي. نوع الجبن اللي عندي جبنة شيدر حمرا وبرتقاني، وجبنة مبشورة، وصويا صوص. انا حطيت مش صويا صوص، مسترد، عشان بس تدي اللون. وكريمة لباني. شايفين؟ ورشة مرق دجاج فورية. هنقلب كل الكلام ده. هنحط بقى شرايح الجبنة. هننزل بقى في الصوص دوت. رشة ملح خفيفة، مش عايزينه تبقى كتيرة قوي عشان ما ننساش الجبن اللي احنا حاطينها. خلاص قلبنا، هنفضل ايدينا فيها لحد ايه ما الصوص يتقل. مش يتقل قوي، يبقى كده تقل ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. كده خلاص حلو قوي. هننزل بقى بالمكرونه اللي احنا سلقناها، اللي شبه المكرونه المقصوصه. فاهمين؟ هنقلب كل الكلام الحلو ده. يا اما بقى تاكليها بقى في طبق عادي، يا اما تحطيها في الفرن. وحلاوتها انها تتاكل سخنه، متتاكلش بارده. خلاص بقينا بقى نزلنا الستيك اللي احنا حمرناه شوحناه في المكرونه، في الماك اند تشيز. شايفين؟ هنقلب كل الكلام الحلو ده. حتى بقى في البايركس او طاجن او اي حاجه عندك تحطيها، وهندخلها الفرن. وهنرش بقى رش الجبنه. شايفين الطعم؟ ما تنسوش بقى تعملوا لايك. والله حاجه كده سهله، يعني الاولاد عايزين يروحوا مطعم والحاجات غاليه جدا وهندفع مبلغ وقدره. طب ليه؟ الحاجات مكوناتها هتكون عندنا، نعملها بأبسط حاجة، نفرح الأولاد. حاجة كده خرافة. ونغير من نوع الأكل. تنفع بقى في رمضان، تنفع في العزومات، تنفع في المصايف، تفرح الأولاد. حاجة كده سهلة وسريعة. رشنا عليها رشة جبنة حلوة كده من فوق. وندخلها الفرن. كل حاجة مستوية ريدي، يعني يا دوبك تاخد لها لون وخلاص. يعني مش هتقعد يعني ربع ساعة في الفرن على طول كده. تعالوا بقى نشوف الطعام والحلاوة دي. المكرونة اند تشيز.
شايفين مكرونه ماك اند تشيز؟ شايفين الطعام؟ طب تعالوا بقى شوفوا معايا، شوفوا الحلاوه. لو الجبنه بقى بتمط وحاجه كده خرافه. احنا بقى مش هناخد من هنا، احنا مغرفين في طبق تاني كده عشان اوريكم ده الطبق ده ليه. هاكل لي بس معلقتين، كل مره اقول لكم كده وبس في الاخر بنتطفس وبناكل الطبق كله. متحطوش بالكم، متحطوش بالكم الشتا بقى وعمايل. شايفين الطعامة؟ والله تحفة وجميلة وحلوة أوي، جربوها ويا رب تعجبكم. شايفين؟ الواحد كأنه ايه، ياكل ولا بياكلش بيندم في الآخر. شايفين الطعم؟ الستيك اللي متقطع في المكرونة في الماك اند تشيز، حاجة كده خرافة خرافة خرافة، وغرقانة بالصوص كده، يعني تتاكل وهي سخنة. لو عايزة تسخنيها سخنيها في الميكروويف أو أي حاجة، تبقى طعمة جدا. شايفين؟ حلوة أوي أوي أوي. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا. دي بنتي كانت واقفة عاملة دوشة وكده. شايفين الطعام؟ متنسوش بقى تعملوا لايك، ومع السلامة وباي باي. يا رب تكونوا